إسرائيل حنا لقينا فيهم الخير أكثر ما لقيناه في هاد الجزائر. اسمع يا مطبع يا عدو الجزائر، مئات مش عشرات الآلاف، مئات الآلاف من الصفحات خلقوها ظهرت فجأة في التواصل الاجتماعي خاصة في الفيسبوك. مئات الآلاف من الصفحات، راني نقول لكم مئات الآلاف من الصفحات ظهرت فجأة بأسامي مختلفة، وبداو يضغطوا على النفسية نتاع الجزائريين. بداو بواحد الطريقة نتاع ضغط رهيبة، من ضمنها قاع يروجوا الخطاب واحد: الدولة ما عندهاش طائرات الإطفاء، الدولة ضعيفة ما قدرتش تواجه، الجيش هرب، كبار المسؤولين هربوا، وقاعدين ينشروا في الأكاذيب ويا الجزائري انتفض لازم تنوض. ومن بعد يجوا هذوك الأبواق هذوك الله لا تربحهم، جماعة زيطوط وجماعة المازدا وهذوك الجماعة هذوك قاعدين لا الحق هذاك طهاري قال لهم لازم تديروا ثورة دموية، يعني طهاري مراد المجرم هذاك قال لازم تنوض ثورة دموية. وبداو بواحد الكذب والكذب، يعني الاخبار الكاذبه. واي واحد، انا مثلا روحوا للفيسبوك خاصه الفيسبوك، اقسم بالله بالك تلقاو مش اقل من 400 فيديو مفبرك والله مجتزأ كلامي مقتطع كما هكذا، ويردوا عليا المغاربه كامل يديروا الصوره تاعي يديروا الفيديو تاعي زعما يردوا عليا ويهاجموا فيا. حرب نفسيه على كل من يتفائل. حتى انا خفت، قلت يعني هذا الحمله الرهيبه يعني غير عاديه، يا ربي وش راح تكون النتائج تاعها؟ وناس حتى المراركة عادوا يعرفوا صنع الغاز وعادوا يعرفوا ولاو يضغطوا على الناس. والله يا هذاك وش اسمه هذاك بولايغو انا عارف اسمه، انا عارف في الروحي وقيله والله، قال لهم يعرف حتى سيال يعرفها. بداوا يعني يتكلموا على الشركات الجزائريه، شركه المياه وشركه الكهرباء يا ودي داروا واحد البلبله لحد الان ما زالت مستمره. استغلوا الظرف، هم يحسبوا الشعب الجزائري مغفل. هذا الاعتقاد نتاعهم، كانوا دايرين باللي الجزائريين مغفلين ورايحين نساقوا. احنا كجزائريين، وانا يحق لي في هذا المقام ان اتكلم باسم الشعب الجزائري. ما هذه امور هذه لا تهز شعره من رؤوسنا. يا ما فوتنا تجارب، يعني حمله اعلاميه غير مسبوقه، التشكيك في الجيش، التشكيك في كمية كراهية وكمية غل وكمية حقد ما عندهاش مثيل. أنا لا أظن أنه كاين شعب في العالم تعرض لحرب نفسية ولضغط نفسي كما الشعب الجزائري. فرنسا من جهة، الإمارات من جهة، البابون من جهة، ودايرين يعني ضجيج كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، حابين يأثروا بالسيف على الشعب الجزائري، وحابين يعني يستغلوا أي مناسبة باش تخرج ثورة أو يخرج حراك وتخرج حرب في البلاد. وطبعا هما باش يدوا ما يريدون أخذه من الجزائر. وأنا نقول لهم تدوا جدا الحفاف هكذا المروك، تدوا واش نخلوه عند الحفاف. مساحة نتاعنا 3 ملايين كيلومتر مربع، هذه المساحة تاع 3 ملايين كيلومتر مربع رانا ورثناها أفهم يا البابون أفهم. أنت هذا القيم مستحيل تكسبها لأنك عبارة عن بابون، ما تقدرش قالها عليك اليهودي سماك بابون. اليهودي تنمو اللي يتفك ويسخفك ويشوف لك على انك تافه، سماك بابون لانك صح عندك فيزيكمون شكلك شكل انسان، ولكن الداخل قرد. وانا كي كنت نقول لك مخك في قعقوع كيما القرد سوا يعني ما عندك حتى قيمه. القيم هذه ما تفهمهاش. احنا هذا الارض سقيت بالدم، وارثينها أبا عن جد، هذه وارثينها بالقتال. الغزاة هذه المقبرة نتاعهم، هذه مقبرة الجزائر، مقبرة الغزاة. أما أنت فبيتك أنت بانين عندك، صنعوا عندك بوس كبير. أنت كي جاك الغازي ما دخلش يحارب، ما دخلش معارب. فرنسا ما دخلتش للمروك بحرب، احنا دخلت بالدم وخرجت بالدم، دخلت بالدماء، لقات مقاومة دخلت بالدماء، وكي خرجت بالدماء. أما أنت لا أكثر ولا أقل، سخيف وتافه. إذا كنت تظن أنه الحملات الذبابية هذه اللي راك دايرينها في مواقع التواصل الاجتماعي أنها تأثر علينا أننا نسلموا لكم قطعة من أرضنا، يا والله ما تدي حبة رمل، حبة نتاع رمل والله ما تصح لك فيها من بلادنا.
إذا كنت تظن من خلال الحملات الدعائية والذبابية و زعما تأثر علينا احنا ونخرجوا احنا في حراك ونقلبوا الدنيا والجيش يدخل في الشعب والشعب ذا وتتخلط باه تجي تدخل انت تتزعبل وتدي غير جبيلات وتدي تندوف وتدي باه تبرد يا البابون. انت يا قحقوح افريقيا هذاك اللي راه عندك القحقوح اللي راك عايش فيه وما نعرف اذا كملت فيه انت، لانك انت ما عندكش هذا القيم تاع القتال والجهاد ما عندكش، ماكش متشبع بها انت اصلا. كي تجي تعايرنا بالشهداء اللي هما فخر. اي امه عندها ناس ضحاوا من اجلها تفتخر بهم. مصر تفتخر بالشهداء نتاع 73 والشهداء نتاع 67 والشهداء نتاع ثوراتها، لانه ناس مقاتلين دافعوا على ارضهم. ولا ليبيا يفتخروا بعمر المختار ويفتخروا بشهدائهم ويفتخروا ليبيا. اما انت كبابون ما عندكش. كاين بتاع الريف هذاك تاع جمهوريه الريف الذي اقام جمهوريه الريف، الخطابي اقام جمهوريه الريف ودافع على جمهوريته وذا خاطيكم ثم المروك. اما انت كبابون ما كانش ما تعرفش حاجه يسموها قتال وجهاد ودفاع عن الارض ودفاع عن العرض. ما عندكش والله، ما عندك. اقسم بالله ما تسعى في العقيده نتاعك ولا في افكارك لهذا. تستسهل شتم الشهداء وسب الشهداء. احنا كي نشوفوكم تسبوا الشهداء وتشتمون الشهداء نعرفوا باللي بابون فعلا. يعني لما تروح الولايات المتحده الامريكيه ولا تروح لفرنسا ولا تروح لاوروبا يقول لك قدماء المحاربين والمحاربين ناس عندها عقيده عسكريه، عقيده حربيه. انت وش من عقيده عندك؟ انت عندك عقيده بابونيه. انت انسان حدك هذا هو حدك، هذا هو جهادك. يعني هذا هو قمه الجهاد عندك. انت استبحت ارضك، يعني تخليك القاوري، تخليك الفرنساوي بدون قتال. دخل عندك، اقام عندك، بنى عندك اكبر بيت في العالم، بناه عندك وفراها معاك وراح. يعني ما وخرج ثاني بدون قتال ولا خرج راح وعطى لك الورقه تاع الطلاق هذيك ولا واش يسموها المروكي حاجه. كيجي يهضر معاك يقول لك وثيقه الاستقلال، عطى لك رمالك هذيك الورقه قال لك هيا روح مش كيف نحن دم الى يومنا هذا. يعني الجزائري اذا راك داير في بالك باللي بحملات نتاع الذباب قادر تاثر انت ولا الابواق الخونه هذوك، بعدك ما تاثر. بالعكس انا كنت خايف صراحه، لانه اللعب على النفسيه صعب جدا، اللعب على المعنويات صعب جدا. ولكن لما شفت الجزائريين هم والجيش الوطني الشعبي، الشعبيين مع الجيش مع الحمايه المدنيه يطفوا في النار وجوههم يعني فيها الرماد، هذاك الرماد وجوههم يعني واحد الشرف واحد العز واحد الشيء. يعني ولا وتشوف الوزراء نتاع الحكومه، كل الوزراء نتاع الحكومه يتنقلوا من ولايه لولايه. طاقم الحكومي في اخر، يعني الطاقم الحكومي اليوم ولا الغدوه ان شاء الله ولا بعد غدوه هذه الايام الحكومه تخرج يعني تستقيل وجوبا بعد تنصيب البرلمان. كي يتنصب البرلمان الحكومه تقدم استقالتها. يعني في اخر ايامهم الوزراء، يعني او في اخر ايام الحكومه ممكن يتجدد فيهم الثقه، الرئيس يجدد فيهم الثقه، يتنقلوا من ولايه لولايه ويروحوا للبيوت ويروحوا للناس ويعوضوهم. الحمد لله على نعمه الجزائر، الحمد لله على نعمه الجزائر. هذه نعمه ما حداش. والحمد لله يعني تم السيطره على اغلب الحرائق. مازالت بعض على حسب التصريحات نتاع الحمايه المدنيه بقات بعض النقاط هكذا مازالت فيها شويه، راهم بسيطه. يعني ما يعني خلاص يعني تم يعني مبدئيا تم السيطره على كل الحرائق، سيطروا عليها وتمكنوا منها الحمد لله. على حساب ثاني وشوت في الميتيو القبه الحراريه راهي مشات، وكنقول لكم وين راحت. الخطر يعني نزاح. وانا كما قلنا لكم في البدايه انا راكم مشهود عليا، قلت لكم انه الحرائق كاينه العوامل الطبيعيه اللي هي درجه الحراره المرتفعه. يا ناس اليوم اسبانيا اعلنوا حاله الطوارئ. احنا كاع واش صرا عندنا ما علناش حاله الطوارئ؟ هذا سؤال دوك نجاوبوا عليه. خاطر بزاف يقول لك علاش اسبانيا اعلنت حاله الطوارئ والجزائر لم تعلن حاله الطوارئ؟ واسبانيا اليوم الحرائق خرجت عن السيطره، في فرنسا اليوم الحرائق خرجت عن السيطره. يعني هذا شق كبير من المشكله ولا من الازمه راهو عالمي مش فقط في الجزائر. يعني قلتها لكم المره اللي فاتت وعندي فيديو ثابت عليا راني حاطه في الفيسبوك، درت لكم الخريطه نتاع الحرائق في العالم. كاين بعض البؤر، بعض النقاط حرائق متعمده واللي راه الامن وضع يده على مجموعه من المجرمين راهم تقدموا للعداله. في الحرائق
يعني 90% منها 90 ولا أكثر من 90% جات نتيجة العوامل الطبيعية. راهي حرائق في اسبانيا، اسبانيا راهي لهبت، راحت اسبانيا. روحوا شوفوا، روحوا شوفوا فرنسا وش صاير فيها. حتى رجال الاطفاء هربوا. شيء مهول يعني، موش اللي قال تقول هذه طائرات اطفاء تنفع